بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنكمل الجزء بتاع كشف الاعطال وازاي استخدم اجهزه كشف الاعطال ان حل مشكله عميل. وهنتكلم النهارده عن حاجه. كود هيقابلك في عربيات ام جي زد اس. عربيه بدات تنتشر في السوق المصري ويبدا مشاكلها تظهر، فاحنا هنتكلم النهارده ازاي نفكر ان احنا نحل عطل زي الكود ده، البي 0 116. تعالى مبدئيا كده نشوف هو العميل بيشتكي من ايه. اي عميل بيجي لك بيكون ليه شكوى اساسيه، وفي حاجات ممكن تظهر معاك مع الشغل وفي حاجات ممكن ما تظهرش مع العميل وهي انت شايفها انها فيها مشكله. فبالتالي انت لازم وانت بتشخص تركز على شكوى العميل الاساسيه، وتشوف شكاوى وانت بتفحص الحاجات اللي انت موجوده عندك. لو هي تستدعي انها تتصلح لانها امر ضروري هيسبب تلف حاجه تانية، لازم تبلغ العميل وتحطه معاك في الصوره. لو ممكن يأجلها او في براح ان الجزء ده يتعمل بعد كده، ممكن تبلغ ان انت محتاج واحد اتنين تلاتة في حسابك. ده بيدي معاك ثقة للعميل وبالتالي بتكسب عميل جديد. بس في الحاجات يعني لو هو جاي في حاجة شكوى ممكن تأثر على شغلك، لا بلغه ان دي لازم تتعمل، ما عملهاش ممكن ما تعملش الشغل كله. ونيجي هنا نتكلم على شكوى العميل، بيتكلم على نقطتين. بيقول لك ان انا عندي العربية بتاكل بنزين زيادة. شكوى ليها اسباب كتير، وعملاء كتير بيشتكي استهلاك البنزين. الشكوى التانية ان مروحة التبريد بتفضل شغالة على طول بدون فصل. يبقى انا عندي هنا الشكوى الرئيسية اللي هي مروحة التبريد انها شغالة على طول ما بتفصلش، وبالتالي وارد ان يكون عندي المشكلة دي هي اللي مسببة المشكلة دي. ابدأ بقى اشتغل ازاي؟ هبدأ اخش بدل عندي المروحة شغالة على طول، ابدأ اخش بالجهاز تشخيص الاعطال واختار الماركة، سواء بقى بالفين سواء مانوال اوتوماتيك ايا كان. هختار الموديل ازاي، وهتلاقي في فيديو احنا شارحين عليه ازاي بتخش على العربيات تعمل حاجه بري سكان، وتبدا تشوف الاعطال المتسجله عندك حالتها ايه ودنيتها ايه. وبعد ما تخلص شغلك تعمل بوست سكان عشان تتاكد ان كل حاجه تمام وان مفيش اي لمبات هتنور مع العميل. فما تيجي تعمل بري سكان هتلاقي ان يظهر لك كود العربيه مسجله انجين كولن تمبريتشر سنسور سيركت سيجنال اريشنال، اشاره حساس الحراره غير منطقيه. فبالتالي اي كنترول بيبقى عنده عباره عن انبوت اللي هو حساس الحراره. الانبوت ده بيدي الاي سي يو او البي سي ام ايا كان بقى المسمى. يبدا يلاقي ان السيجنال ده قرايته مش مظبوطه، فهو بالنسبه له كده حساس الحراره قرايته مش مظبوطه. بيبقى عندي فرضيتين: لا اما العربيه دي درجه، هو خلاص هو عنده الحساس كده بره اللعبه، لا اما درجه الحراره دي هو مش شايفها بس درجه الحراره دي عاليه، فشغل المراوح على سرعه عاليه جدا، اعلى سرعه موجوده عنده عشان لو الموتور بيسخن يبرده. او درجه الحراره واطيه اقل من اللازم، فبالتالي هيشغل بردك هو مش شايفها، هو لا هي لا عاليه لا واطيه ولا مظبوطه. اسوأ الظروف انها درجه حرارتها عاليه، فشغل مروحه سرعه عاليه. لما يشغل مروحه سرعه عاليه يبقى انا ضمنت الموتور كده مش هيسخن. ده اول حاجه. طب لو هي درجه حراره طبيعيه او درجه حراره اقل من الطبيعي وانا شغلت المروحه سرعه عاليه، هي تاكل معاك شويه بنزين زياده لكن مش هيأثر على الموتور، مش هتجيب مكنه. فعشان كده هو في السيف مود بيفرض او لامب مود ايا كان شغال بأني مسمى، كلهم نفس الكونسبت. لازم تبقى عارف كويس جدا هو كنترول بيعمل ايه لما يشوف اشاره وقعت عنده. هل بيشغل حاجه بياخد قيم افتراضيه حسب الحاله؟ بس في حساس الحراره اول ما بيبقى فيه حساس حراره قرايته مش طبيعيه او قرايته قطعت معاه يبدا يشغل المروحه بسرعه عاليه، الامان المحرك. طب احنا قلنا هنا بص كده معايا، تعالى نقرا الكود تاني: بي 00 بي 0 116 29. ايه دي الاف تي بي دي هنتكلم عليها في مره تانية ان شاء الله. بص كده: انجين كولين تمبريتشر سنسور سيركت سيجنال ريشنال. هو بيقول لي في مشكله قرايه حساس الحراره مش منطقيه. فالطبيعي لا اما عندي حساس حراره، لا اما عندي كنترول، لا اما عندي طفيره. هما الثلاث حاجات دول. طب تعالى غيرت حساس حراره، العيب لسه موجود. غيرت كنترول، العيب لسه موجود. غيرت طفيره، العيب لسه موجود.
ايه ده؟ ايه المشكله دي؟ طب احلها ازاي؟ تعالى بص، قبل ما نحلها ازاي، هو الكنترول اصلا مسجل الكود ده ليه؟ ده السؤال لازم تساله نفسك مع كل كود بيظهر لك. هتلاقي ان الكنترول بيسجل العطل ده ازاي. بتلاقي اول حاجه في كونسبت في كنترول اسمها، من الوظائف بتاعته ان هو بيعمل سيركت تشيك. سيركت تشيك ان انا عندي الحساس بيقرا مثلا بين 4 و5 وبين نص فولت مثلا. إحنا دلوقتي بنتكلم بالفولت. هو قرايه الحساس هنا ده السيركت تشيك، قرايته في الرينج ده. لو عالي عن الرينج ده يسجل كود، ولو قل يسجل كود. طب لو قرايته غلط في الرينج ده عمره ما يسجل كود. ده اول حاجه الكنترول بيعمل بيها تشيك. تاني حاجه ريشناليتي تشيك. ايه ريشناليتي تشيك دي؟ ريشناليتي تشيك دي بيقارن حاجه بحاجه. مثلا عنده حساسات العجل، 4 حساسات عجل شغالين اهم. فما يلاقي ان في واحده قرايتها عامله كده مثلا، والباقي قرايته مظبوطه، يقول لك خلي بالك انت عندك كده البرفورمانس بتاع السنسور ده وحش، فسجل معاك كود يقارن بين عندي الكامة والكرانك. انا عندي الكامة اهو، وعندي وعندي الكرانك تحت، وبينهم تايمنج. ان شاء الله نحل مشكلة الكتابة دي خالص. كرانك وكامة وبينهم تايمنج. لو لقى التايمنج مش مظبوط هيسجل معاك كود اللي هو مثلا بي 0 0 16. طب ايه تاني بقى عندي؟ فانكشناليتي تشيك. دي هو بيختبر وظائف اشتغلت ولا لا. ودي مش في كل العربيات، هتلاقيها في انظمه معينه. زي ايه مثلا؟ هقولها لك بحل بسيط. انا عندي هنا كده كتاوت ترمبة البنزين مثلا، ابسط مثال. انا اديت كهرباء هنا والكنترولات ده ارضي، كتاوت ده لقط، الترومبه اشتغلت. ايه اللي يعرف الكنترول ان الترومبه اشتغلت؟ ياخد سيركت من هنا كده يعمل بيها تشيك للسيستم ده اشتغل ولا لا. فاحنا كده عندنا 4 حاجات، عندنا 3 حاجات الكنترول بيحكم بيها: عن طريق الدوائر الكهربائية، عن طريق المنطقية، عن طريق اللي هو بيراقب الوظائف. كده عرفناهم. فأول حاجة كده بقى هبدأ أشخص إزاي. واحد، أخش على الجهاز، هقرا الداتا ستريم. هقرا إيه في الداتا ستريم؟ هقرا انجن، كولنت، تمبريتشر، وأشوف هيديني كام درجة. لقيته بيقرا معايا مثلا بيبدأ من 70 80 أيا كان بيقرا من كام. لو أنا لسه العربية جاية دايرة مش باردة، أو لو باردة مثلا بيقرا أقل من كده، وبيعلى معايا تدريجيا كده. الحساس سليم لان السلك بتاعته سليمه، والضفيره سليمه، والكنترول سليم، يبقى انا غيرتهم على الفاضي. طب يبقى نبدا نخش على الحاجات التانية. هو بيقول لك ان الاشاره غير منطقيه. طب هي غير منطقيه يبقى لازم في حاجات بيقارن بينها. مش ده حساس حراره الموتور؟ ادور على كل حساسات الحراره اللي موجوده عندي في الداتا ستريم. هلاقي عندي ان في الداتا ستريم في انجن، اويل، تمبريتشر. هلاقيها مثلا بادئه من مثلا من بتديني 60. وهشوف برضك اي حساس حراره، الاير انتيك تمبريتشر، حساس حراره الجو. هيديني مثلا حراره الجو مثلا ان كان مثلا 30 درجه. فاما اجي ابص هنا ده بيديني 60 وده مديني 80، في فرق 20 درجه، فرق ده كبير. فالكنترول يعرف ان في حاجه غلط، فيبدا يسجل معاك الكود. طب هي ايه بقى الحاجه الغلط اللي خلت الميه تسخن؟ ايه الحاجه اللي تمنع الميه ان تخلي الميه تسخن وتخلي درجه حراره الزيت طبيعيه؟ هقول لك ان العربيات دي فيها قاعده سيرموستات عباره فيها عن 2 سيرموستات، وحساس الحراره هنا بيقرا على سيرموستات منهم. ده بيكون بيعلق جزئي فيخلي درجه الحراره تعلى اللي بيقرا من عندها الحساس، ونفس الوقت درجه حراره الزيت اللي موجوده على البلوكه معليش. فبالتالي العربيه كده هتسجل معاك الكود ده. يبقى حل الكود. وانا فكرت شويه حليته عن طريق ان انا غيرت سيرموستات، لا غيرت كنترول ولا ضفيره ولا حساس حراره. بس كده. فانا بمشي لوجيك عشان اوصل للعيب. شكرا.